أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس كمال الاجسام مقدم من مؤسسة بالعربي يونت 10 Bringing Up Symmetry and Attacking. هناخد هنا في يونت 10 بعض المواضيع اللي ممكن تقدر تسميها اسس ليك وانت بتتمرن او بتمرن لاعبي كمال الاجسام. هناخد الماسل شيبنج وعلاقتها بالتمارين، يعني هل فعلا الواحد بعد ما يعمل كتلة معينة في فترة الضخامة العضلية هل التمارين بتأثر على تشكيل شكل العضلة؟ يعني زي ما بيقولك نلعب من فوق كده كده يدور كده يكور كده يعني الكلام ده صح ولا لا بالنسبة لعضلة البايسبس على سبيل المثال. وهناخد ازاي نقدر نعمل ستريس من different muscle angles، يعني عندي ازاي استهدف العضلة من كل جانب. هل الكلام ده صح ولا هي كده كده بايسبس كيرل سواء لعبت من فوق لعبت كونسنتريشن لعبت، عشان رياضة كمال اجسام زي ما قلت لكم هي مختلفة تماما عن اي رياضة اخرى. وهناخد مبدأ الايزوليشن اكسرسايز، التمارين اللي هي ذات المفصل الواحد مش تمارين كومباوندز، وايه علاقتها في كمال الاجسام، وازاي نعمل امبروفنج للسيمتري بتاعنا. يعني خلاص عملت ضخامه عملت ديفينيشن الدنيا حلوه وكل حاجه، بس السيمتري او بمعنى صح التناسق بتاعي مش قد كده، ازاي اقدر اعدل ده لو معايا لاعب كمال اجسام وبنزل بيه منافسه او انا كنت لاعب كمال اجسام. الفريكوينسي مثلا قلت لا انا العب عضله مره واحده في الاسبوع، طب لو لعبتها مرتين، طب لو لعبتها ثلاثه، هل فتره التعافي 48 ساعه ولا 72 ساعه؟ الكلام ده لازم نكون عارفينه كويس جدا عشان نقدر نطور العضلات بتاعتنا. يلا بينا نبدأ الحلقة. الماسل شيبنج، هل يا ترى نقدر نتحكم في شكل العضلة بعد ما عملت لها ضخامة عضلية كويسة؟ هل اقدر مثلا اخليها بشكل معين مختلف عما كانت عليه؟ فاغلب الماسل ماجازين المجلات الخاصة بالعضلات بتقولك في تمارين اسمها ماس اكسرسايز، ودي بتبقى دايما غالبا كومباوند موفمنت زي ما قلنا زي تمارين الفاونديشن اللي خدناها في يونت 9. اما شيبنج اكسرسايز ان انا بقى ابتدي اشكل شكل العضله بقى وانحتها والكلام دوت واغير في شكلها، دي بتبقى تمارين السنجل جوينت. الكلام ده هل ده صح؟ عارفين لاعب رفع الاثقال تلاقيه لو هو بنفس نسبه الدهون بتاعه لاعب كمال الاجسام تلاقي شكل عضلاته مختلفه. ايه ده ليه؟ هل طريقه التدريب فعلا مسؤولة عن شكل العضلي؟ طب هل الجينات بتساعد في الكلام ده؟ فبيقول لك هنا ان تريننج ويز ماكسيمال انتنسيتي، لو بتتمرن بالماكسيمال انتنسيتي واللو ريبيتيشن وتكرارات قليله يعني بتشيل اوزان كتير من الاخر، يحصل حاجه اسمها مايو فيبرال هايبرتروفي. كنا خدنا قبل كده ان العضلات عبارة عن حزم عضلية مصغرة لغاية لما نوصل للمايو فيبرال زي ما هو واضح قدامنا. ده شكل الخلية العضلية زي ما احنا عارفين. المايو فيبرال او الساركوبلازميك هايبرتروفي، الاثنين دول هما المحددين الفرق ما بين لاعب كمال اجسام ولاعب الباور ليفتنج. بتتحدد العمليه دي مش بس نتيجه طريقه التمرين، بس طريقه التغذيه واسلوب التمرين نفسه. عشان كده احنا حتى في شابتر 11 ان شاء الله هناخد اساليب البادي بيلدينج في التمرين. الموضوع مش ان انا شغال بس لتعظيم القوه المحدوده او بمعنى صح زي ما احنا قلنا الفاونديشن ورك اوت. ده شكل العضله زي ما هو واضح، ادي الماسل فايبر وادي المايو فيبرال. نطلعها كده على جنب ونفتحها واحده واحده. طبعا احنا عارفين ان الساكرومير زي ما درسناه قبل كده ما بين الاكتين والمايسين بيحصل عمليه الكونتراكشن عشان تحصل في الاول وفي الاخر عمليه الموفمنت، سواء بقى انت بتشيل اوزان بتتمرن ازاي الكلام ده. بس طريقه الانقباض والانبساط بتاثر كويس جدا على شكل العضله فيما بعد. عشان كده احنا بندرس دلوقتي حاجه اسمها الماسل شيبنج، الفرق ما بين ان انا العب باوزان تقيله فاونديشنال ورك اوت وان انا اشتغل الايزوليشن او بطريقه كمال الاجسام بمعنى اصح. ادي المايو فيبرال اهي العلامه الحمراء دي، كل واحده من دول اللي هي ايه المايو فيبرال مصغر من الفايبر بتاع العضله. السائل اللي حواليها ده اسمه الساركوبلازم. الله، يعني ايه بقى مايو فيبرال ويعني ايه ساركوبلازم؟ خلي بالك الساركوبلازم ده مش موجود لوحده، موجود معاه جلايكوجين، موجود معاه بعض المكونات الاخرى زي البروتين الساركوبلازم والكلام ده. لو قلنا مايو فيبر هايبرتروفي زي ما هو واضح كده، ضخامه المايو فيبرال نفسها كانت صغيره اللي هي النقط الحمراء دي فكبرت. دي طبعا بتفيد جدا. أسس بالعربي.
This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time.